انا من الناس اللي كنت شايف الشهادات اللي انت بتاخدها كشهاده نفسها كورقه نفسها هي لا قيمه لها، ولكن فكره ان الناس تشوف ان انت معاك شهاده دي هتفرحك انت. الشهاده هي معتمده على اني انا يبقى عندي العلم، بس مهم جدا انك تهتم بالجزء بتاع ان الناس تشوف الشهادات اللي عندك، الناس تشوف الخبره اللي عندك، الناس تشوف الحلو اللي عندك. كتير جدا من الناس بقى جواها حلو وما بتطلعوش، بقى جواها حلو بتدفنه، بقى بتعمل حاجات حلوه وما بتبينهاش للناس. بس ثانيه واحده، انت لما تطلع الحلو اللي جواك او تبين الحاجات الحلوه اللي انت بتعملها، ده هينعكس عليك بانبساط، هيخليك تعمل حاجات حلوه اكتر واكتر. اصلا في ناس مش بتحب تبين الحلو عشان بتبقى خايفه من فكره الحسد. لا انا مش عايز، مش ناقص يعني، اوكي مش ناقص، وانا من الناس دي بصراحه to be honest. وفي ناس للاسف يعني بحكم ان السوشيال ميديا بقت الناس اللي بتظهر الحاجات الحلوه، او الناس اللي بتظهر على السوشيال ميديا وبتظهر الحاجات اللي هي بتعملها، هم في الحقيقه ما بيعملوش حاجه قيمه، ما بيعملوش حاجه valuable. وvaluable او قيمه ليها معايير كتير تقدر تقيسها، فاحنا بلاش ندخل في الدوامه دي علشان ما نقعدش ولكن بالنسبه لكل شخص في حاجه valuable بالنسبه ليه هو. يعني اللي في ابتدائي مثلا لو طلع الاول على المدرسه مثلا، ده بالنسبه له valuable. بالنسبه لواحد ثانوي صباح الفل، ايه ده ولا حاجه. نفس الفكره ده في الطب، نفس الفكره ده في الطب، في الرياضات. فالمسابقات او الهدايا او الجوائز هي حاجه مهمه جدا، دي الحاجه اللي بتخليك تكمل. ما تقعدش تشتغل على بروجكت وانت مش قايل لحد، يعني على الاقل الحد ده يبقى حد من اهلك، تروح تقول له انا عملت 1 2 3، زوجتك، خطيبتك، صحابك، ناس انت لما هتقول لهم هتبقى مبسوط بنفسك، هتبقى فرحان انا خلصت جزء قد ايه. دي حاجه في فطرتنا احنا كبني ادمين، ان احنا بنحب ان احنا نحس ان احنا نقول للناس ان احنا عملنا حاجه. انا من الناس مثلا، اوكي دي واحده برضو من الحاجات اللي انا همر بيها الفتره الجايه، ان انا بقى قاعد في قريه في المانيا، فانا مهما عملت مفيش حد شايف اللي انت بتعمله اصلا. لازم تعتمد على ان انت تنبسط بان انت بالحاجه اللي انت بتعملها ليك انت، ده موجود وهتنبسط بيه، ولكن برضو انت بتحتاج انك تشوف الناس وهي مبسوطه بالحاجه اللي انت عملتها، فانت تنبسط فتعمل اكتر، وهكذا. هي لوب بتشجع نفسها. اللي بيخليني ابقى مهتم بحاجه زي دي ان احنا كمصريين، او احنا روحنا حلوه، واو حلوه، سكر حلوه، في طموح، والله العظيم في طموح رهيب في البلاد دي. يعني بالمقارنه مع المانيا مفيش مقارنه، في طموح. الناس هنا عندها طموح حلو، طموح يخليك تقوم تكسر الدنيا وتسعى وتعمل حاجات كتير. مش عايز اقول الظروف، لان برضو الظروف احيانا بتبقى موتيف، يعني الظروف الصعبه كتير جدا بتبقى موتيف. يعني ايه؟ حلو الموضوع ده لو هنتكلم عنه برضو. مثلا انت عايز تبقى صاحب شركه كبيره، اوكي، صاحب شركه كبيره بقى، واصحى الصبح اخد الكوفي بتاعتي واطلع وانا ماسك الايباد مثلا او الماك، واروح اقعد في كافيه بقى وهحل شويه حاجات كده وفلوس كتير تدخل لي. انت ممكن تبقى بتعيش ده في الخيال، ويزود دوبامين في دماغك، دوبامين عمال بيجري في السماء في دماغك، وشكرا وما تعملش حاجه خلاص. ويبقى الموتيف بتاعك او الحاجه اللي بتدفعك انك تسعى، انه انا لو ما عملتش ده، لو ما مشيتش السكه دي، المرمطه اللي انا هتمرمطها دي، لو ما مشيتش فيها انا هبات في الشارع. انا لمست ده امتى؟ لما عملت ابل دنتستري وعملت تشانل دكتور مصطفى جمال. التو تشانلز دول صدقا انا لو ما اشتغلتش في التشانل دي انا مش هلاقي اكل، انا هبات في الشارع، انا مستقبلي هيضيع. كنت شايف الدنيا كده، كنت حاطط في بالي كده، وكنت شغال على ده. وده كان موتيف قوي، اقوى بكتير من انك تفضل عايش في احلام اليقظه. انت عمال بتتخيل بقى هتعمل وتسوي، الكلام ده ملوش معنى. من الحاجات التانية، بحكم ان انا لسه في مصر وهرجع تاني المانيا، من الحاجات التانية اللي انا بفتقدها والله وانا في المانيا ببقى نفسي فيها،
لما بسمع محاضرة مثلا لدكتور من الدكاترة اللي موجودين في القصر العيني، بغض النظر ان انا عارف انه الظروف والستريس والناس في نيجاتيف انرجي، مش عايز اقول فيشن يعني، بتوين جناح بالظبط، بتوين يعني بيبقى في مشاكل عادي، اوكي زي اي مكان. المهم ان ببقى مفتقد الكوميونتي دي، البيئة دي، المكان ده اللي الناس بتقعد تشتغل مع بعض وتسعى عشان تعمل حاجة قوية، حاجة جميلة، ناس تقعد مع بعض يخترعوا حاجة. انا شايف القصر العيني بالنسبة لي كده، انا بالنسبة لي شايف ده، الناس بتتجمع مع بعض بتعمل برين ستورمينج علشان تحاول تعمل اختراع علاج جديد او استادي جديدة. بغض النظر ان في ناس بتروح تدرس في القصر العيني عشان تاخد شهادة ورقة ملهاش قيمة، مش عايز اقول ملهاش قيمة، ليها قيمة وحلوة وجميلة اوكي، بس انا بالنسبة لي المتعة مش بس في الشهادة اللي انت بتاخدها، المتعة بعد 3 4 5 سنين مثلا لما تمسك الموبايل وتشوف الصور بتاعتك انت واصحابك في الايام اللي كان فيها ستريس عشان عندكم امتحان بكره او عندكم بروجكت او برزنتيشن او كيس شغل معين، وانت بتعمل فولو اب مع بيشنت، مش باتسيانت اوف دايتش، المهم مع مريض مثلا عملت له حاجه جديده في الطب، دي حاجه قيمه، حاجه فاليبل جدا بالنسبه لي. دي واحده من الحاجات اللي انا هفتقدها، بغض النظر ان انا المفروض ورايح عياده كبيره، هي في قريه بس عياده كبيره تنافس عيادات في زايد والتجمع كمان، ما شاء الله الله اكبر يعني. ادعوا لي بس ان انا اكمل فيها. الحاجات اللي بتعمل الطعم للحياه، المصريين بيعملوا طعم للحياه، السكر والملح. انا بالنسبه لي مصر دي السكر والملح مع بعض، او ممكن نقول الملح، الملح اللي بيعمل طعم للحياه.